مين فينا في الحر ده عنده طاقة يقف على الطبيخ بالساعات؟ عشان كده النهاردة هنعمل احلى فراخ مشوية، تتبيلة سريعة ومش بتاخد وقت في التتبيلة. كل الحكاية 10 دقايق والتتبيلة هتكون جاهزة. وفعلا الفراخ دي هتخليكي تنسي اي فراخ اكلتيها قبل كده، هتقولي عمري ما اكلت فراخ بالطعم ده. يلا بينا نبدأ نشوف جهزناها ازاي. اول حاجة نضفنا الفراخ كويس، شلنا منها اي زوايد ملهاش لازمة. نحطها بقى في طبق وننزل عليها بمعلقتين كبار من الملح ومعلقة من السكر ومعلقتين كبار برضو من الدقيق، وننزل بقى بالمية من الحنفية عادي، وننزل بعصير ليمونتين، بنعصر الليمونة وبنرمي القشر في المية. نركنها بقى على جنب. اتأكد بقى ان الحاجات اتجانست مع بعض، نركنها بقى في جنب نص ساعة بس لحد ما تتظبط يعني وكده. بنشطفها بقى تحت الحنفية بمية جارية، ونجهز التتبيلة: ربع كوباية من الزيت، معلقتين كبار من هريسة الشطة، ونفرم فصين من التوم. ننزل بقى بمعلقة صغيرة من العسل والتوابل، بهارات فراخ وكاري وتوم باودر وبصل باودر وشوية صغيرين من بهارات اللحمة وملح، بس كده. انا هنا كنت نسيت عصير الليمونة فعصرتها في الاخر، هنا في الخطوة دي ما تنسيش. نفضل بقى نعمل لها مساج بالتتبيلة دي، بنحاول ندخل كده بين الجلد لحد ما يتظبط. نتأكد ان التتبيلة دخلت في كل الفرخة كلها. بعد كده قطعنا بصل جوليان وطماطم كرهات صغيرة وفصين توم شرايح ومعلقتين كبار من الخضرة، ونفضل بقى نفرك فيهم جامد يتبلوا مع بعض. والخلطة دي هنفرشها تحت الفراخ، هتعمل معانا صوص خطير. وندخلها على طول على الفرن، مش هتاخد بقى نسيبها بقى في التتبيلة. وفعلا كانت طالعة فراخ متشربة كل التتبيل كده. خلاص بقى ندخلها الفرن، اول ما تغلي بنهدي النار ومشغلتش عليها الشواية، هي طلعت بالشكل الخطير ده. شايفين الفراخ دايبة ازاي؟ طعمها بجد خطير ودايبة مفيهاش ولا غلطة. يلا مستنياكي تجربي الوصفة وتقولي رأيك في الكومنتات وتشتركي لو لسه مش مشتركة، وما تنسيش اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.